أنا اسمي إبراهيم، ويمكن أول مرة أطلع وأتكلم وأحكي الحكاية دي كاملة من غير ما أخبي حاجة. حكاية كل ما أفتكرها أحس أن صدري بيتخنق، وإن في حمل فوق قلبي مش راضي يخف. ناس كتير ممكن تسمع كلامي وتقول إني استقل لي حصلي، ويمكن معاهم حق، لأني فعلا غلط. وغلطتي كانت بداية خراب حياتي كلها. أنا كنت شابة ناجح جدا، عندي محل اكسسوارات معروف في منطقة نظيفة، ورزق الحمد لله كان فاتحها عليا من أوسع باب. الفلوس موجودة، العربية موجودة، الشقة فوق المحل جاهزة، وكل حاجة أي شاب يحلم بيها كانت عندي. لكن رغم كل ده، كان في عيب كبير جوايا. كانت ضعيفة قدام الستات، ودي الحقيقة اللي عمري ما قدرت أهرب منها. شغلي كله كان مع البنات والستات، وكل يوم يدخل المحل أشكال وألوان. ومع الوقت بقيت شايف نفسي دامد، والشيطان لعب بعقلي. أي واحدة تعجبني أحاول ألفت نظرها، واللي ألاقيها سهلة أمشي معاها، واللي ألاقيها محترمة أسيبها وأقول دي بنت ناس. كانت فأكر نفسي ذكي، لكن الحقيقة إني كانت غرقان، لحد اليوم اللي دخلت فيه سماء. البنت دي أول ما دخلت المحل حسيت إن المكان كله هادية فتأه. كانت لابسة واسع ومحترم، ملامحها هادية، وطريقتها فيها أدب غريب بقي نادر اليومين دول. حاولت معاها زي ما كانت بعمل مع غيرها، كلمة هزار، ابتسامة، نظرة طويلة، لكنها كانت بترد بأدب وحدود. ولا مرة ندتني فرصة، وده اللي شدني إليها أكتر. فضلت أفكر فيها أيام، وبعدها بدأت أسأل عليها من بعيد. عرفت إن أبوها متوفي من سنين، وإن أمها ست اسمها سميحة هي اللي ربتها وتعبت فيها، وإن سمعتها زي الذهب. وقتها لأول مرة حسيت إني عايز أدوز بجد، مش عشان أتسلى، لا، عشان أحافظ على البنت دي. روحت تقدمت، وكل حاجة تمت بسرعة. أمها كانت فرحانة بيا جدا، وأنا كانت عاملة نفسي الراجل المحترم المثالي. دبت أحسن شبكة وأحسن عفش، وفرحتها على قد ما أقدر. ويوم الفرح حسيت إني بدأت حياة جديدة. سماء كانت زوجة ما تتعوضش، بنت أصول فعلا، هادية، حنينة، بتراعي ربنا فيا، وبتعاملني بحبي عمر ما حد أدهولي. حتى بعد الجواز اكتشفت إنها أجمل بكتير من اللي كانت متخيل. كانت أنثى كاملة، لكن للأسف أنا ما كانت راجل كامل. أول شهور جوازنا كانت حلوة جدا. كانت أرجع البيت مستريح، وهي تستقبلني بابتسامتها، وتحضر الأكل وتقعد تحكي لي عن يومها، وتحسسني إن البيت له طعم. لكن الشيطان ما بيسيبش حد. بعد فترة رجعت أنزل المحل بشكل طبيعي، ورجعت أشوف البنات والستات كل يوم. وفي يوم دخلت واحدة كانت أعرفها من زمان، واحدة كانت ماشي معاها قبل الجواز. دخلت تضحك وتهزر وكأن ما فيش حاجة. في الأول قاومت نفسي، قلت خلاص يا إبراهيم، فوق بقية، لكن للأسف ضعفت. ولما حسيت إنها مستعدة تمشي معي بسهولة، الشيطان عمى عيني. بسيت في الساعة، ولسه بدري على رجوع سماء. اتصلت بمراتي أتأكد، قالت لي إنها لسم في الشغل وإن عندها تسليم وهتتأخر شوية. وقتها أخذت القرار اللي دمر حياتي كلها. طلعت البنت الشقة، شقتي، أنا ومراتي. دخلتها أوضة نومي، وعلى السريرين. ووقتها ما فكرتش في ربنا، ولا في مراتي، ولا في أي حاجة. كانت أعمى. وبعد ما خلصنا، ولسه بحاول أهد، تليفوني رن. كانت سماء. رديت عليها وأنا متوتر جدا. قالت لي ما زمانها طالعة عندنا دلوقتي، معرها بط وحمام وحاجات ديباها من السوق، وهي ستنانا فوق. في اللحظة دي حسيت إن قلبي وقع. حرفيا الدنيا اسودت في وشي. يا دوب قفلت معاها، لقيت باب الشقة بيت فتح. حماتي وصلت. أنا والبنت اللي معي بقينا ندري في الأوضة زي المدنيين، نحاول نلبس هدامنا بسرعة، لكن الوقت ما كانش في صالحنا. دخلت حماتي المطبخ الأول، وحطت الحاجات في الثلاجة، وبعدها سمعت صوتنا. ولما فتحت باب الأوضة، شافت كل حاجة. شافتني وأنا بلبس هدامي، وشافت البنت وقفت مكانها مصدومة. وأنا حسيت إن نهايتي خلاص بدأت. دريت عليها وأنا مرعوب. الله يرضى عليكي، ما أقوليش لأسماء، أرجوك استريني.
كانت ببؤس أيدها تقريبا، لكن الغريب إنها بعد الصدمة هديت بشكل مخوف. بصت للبنت وقاتلها: البسي هدامك واغربي من هنا، ومشفش وشك تاني. البنت لبست ودريت، وأنا قعدت قدام حماتي عامل زي الطفل المكسور. فضلت تبصلي بنظرات غريبة، وقالت: بنتي مش مكفياك. قلت بسرعة: والله العظيم سماء دي نعمة، دي غلطة شيطان. وفضلنا ساكتين لحد ما سماء ردعت: اليوم عاد. لكن أنا ما نمتش، كانت مرعوبة، حاسس إن حياتي كلها هتتهد. لكن مرت أيام وحماتي ما قالتش حاجة. ابتديت أهدى شوي، وقلت خلاص ربنا ستر. لكن بعد 3 أيام بالضبط جالي اتصال منها. صوتها كان هادي بطريقة خلت قلبي يقبض. قالت لي: تعال ضروري، عايزة أتكلم معارك. روحت وأنا خائف، ولما دخلت حسيت إن في حادة غلط. كانت متزوقة زيادة، ريحة برفان قوية، ونظراتها لي وغريبة. قعدت قدامي وقالت: أنا هتكلم معاك بصراحة. من يوم ما شوفتك بالشكل ده وأنا مش قادرة أشيلك من دماغي. أنا اتصدمت، افتكرتها بتهز، لكنها كملت وقالت كلام خلاني أتدمد. قالت إنها ست رملة ووحيدة، وإنها من ساعة ما شافتني وهي مش قادرة تنام. وقتها قومت واقف وقلت: إيه الكلام ده؟ حضرتك زي أمي. لكنها بصت لي وقالت: أنا مش أمك، أنا ست وأنا ترادل. حسيت إني واقف قدام شيطان. ولما حاولت أمشي قالت لي الجملة اللي حبستني: يا إما تسمع كلامي، يا إما بنتي تعرف كل حاجة. وقتها الدنيا لفت بيا. أنا عارف إني غلطان، وعارف إن الخيانة لوحدها كارثة. لكن لو سماء عرفت إني كانت مع أمها، دي نهاية أي حادة بينا. فضلت أبص للأرض وأنا مش عارف أعمل إيه. وهي استغلت خوفي، دخلت الأوضة وبعد شوية خرجت لابسة روب خفيف جدا. وقفت قدامي وقالت: ما هو بدل ما تروح للحرام بره؟ الحرام ده لحد عندك. في اللحظة دي ضعفت، وأيوه سقطت. ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي. من بعدها بقيت تحت رحمتها، كل يوم اتصال، كل يوم تهديد، كل يوم خوف. ولو حاولت أرفض تقول لي: أكلم بنتي. بقيت عبد للخوف. وكل مرة أرجع البيت وأشوف سماء أحس إني أوطى رادل في الدنيا. كانت بتعاملني بحب، وأنا بخونها مع أقرب إنسانة ليها. بعد شهرين تقريبا بقيت مش قادر ألمس مراتي، حرفيا كل ما تقرب مني أحس إني مجرم. وهي بدأت تأخذ بالها. وفي يوم قعدت قدامي وقالت: أنا تتغيرت يا إبراهيم. في إيه؟ ساعتها انهارت كل مقاومتي. قعدت تحت رجليها أعيت زي الطفل، حكيت كل حاجة، من أول الخيانة لحد أمها. كانت قاعدة ساكتة بتعيت في هدوء. ولما خلصت قالت لي: أن تخنتني ودي لوحدها مصيبة، لكن اللي عملته مع أمي أكبر من إني أستحمله. وقالت لي إن حياتنا انتهت. حاولت أتمسك بيها، إديتها. قلت إن دي غلطة وإني توب، لكنها كانت مكسورة. وقالت لي: أنا عمري ما هقدر بسلك نفس البصة تاني. وبالفعل اتطلقنا، وخسرت كل حاجة. خسرت البيت، وخسرت الإنسانة الوحيدة اللي حبتني بصدق. أما حماتي فاكتشفت في النهاية إنها كانت سبب خراب بنتها قبل ما تكون سبب خرابي. دلوقتي أنا عايش لوحدي، بقيت بكره نفسي. وكل ما افتكر سماء أحس إن في سكينة بتلف دون قلبي. أيوه، أنا غلطت، لكن بعض الغلطات تمنها عمر كامل. ودي كانت حكايتي. الحكاية اللي علمتني إن الإنسان لما يستهين بأول خطوة غلط ممكن يضيع عمره كله بعدها، ولو وصلت لحد هنا. قل لي بصراحة، لو كانت مكاني كانت هتعمل إيه؟